عليك يا سعد. يعني انا في الاخر مش امك. لا، انت في الاخر مش امي. ليه يعني؟ امال مين اللي شايل؟ مين اللي شايل يا سعد؟ ومين اللي كبر؟ ومين اللي ربى؟ مش انا. كتر خيرك، تعبتك معايا. يا واد يا عبيط، هو انا يعني لو كنت خلفت واد من بطني كنت هحبه اكتر ما بحبك؟ ده انت ابني اللي انا ما خلفتوش، اخو البنات يا سعد. تعالى هنا، انت بتعمل ايه؟ عيب عليك يا سعد، وحياة ربنا ما انت سايب البيت، وحياة ربنا ما انت خارج بعيد عن حضن امك يا سعد. يا ريت. انا بس نفسي اعرف ايه اللي حصل بدل ما اتجنن. اهم لقيناهم. تعالى يا نجيب بيه، تعالى. شفت بقى ميزة ان احنا نتفرج على كل حاجة من الاول؟ نعمل بقى زوم عشان نعرف مين البنت دي. مين دي يا نجيب بيه؟ ليالي. كلمني عن ليالي. ليالي بنت اتعرفت عليها في طيارة. الحقيقة كانت لطيفة وقالت لي إنها بتشتغل في التمريض. عظيم، معلومة اهي، بتشتغل في التمريض. أيوة بس غالبا كدابة. كمل. المهم استلطفتها الحقيقة وقلت لها تجيني عشان محتاج ممرضة. وغالبا حضرتك كذاب. أكيد. جميل. انا كده مش واصل لأي حاجة. كمل. بس هي جت كذا مرة كده وخلاص. يعني ايه جت كذا مرة وخلاص يا نجيب بيه؟ حاول حضرتك تفتكر اكتر. هي جت 3 مرات. أول مرة ليلة المدام بتاعتي متوفت. اعوذ بالله. تاني مرة عشان تقتل أبوها. تالت مرة عشان تسرق الخزنة. وعنوانها؟ ما أعرفش. واسمها الثلاثي؟ هو اللي جاي في بالي. نعم. هو اسمها ليالي صبري، بس الثلاثي ما اعرفوش. ليالي صبري. طيب، انا شاكر لحضرتك قوي على المعلومات القيمة دي. لكن حضرتك مش بتشبه الراجل اللي معاه ده خالص. لا. ولا حضرتك. لا. تمام تمام. طيب يا نجيب بيه، احنا اسفين على ازعاج حضرتك. لا ما فيش ازعاج خالص.